انا مش عارف الحرب دي هترسى عليه. هما مش هيسكتوا غير لما يموتوا لهم واحد. مش هيسكتوا لما يموتوا لهم واحد؟ وانت مش واخد بالك من القتل اللي عماله تقتل دي؟ انا قلت لك يا تبطل استروكس يا تشرب بنج. ومين بيتخانق مع مين يا عم عمرو؟ مين اللي بيتخانق مع مين؟ ده بيت ابو ليفا بيتخانقوا مع بيت ابو صابونه، بس بعد ما انت توفيت ب3 سنين. بيت ابو ليفا وبيت ابو صابونه وده اللي اتخانقوا فينا يا عم عام. اتخانقوا في الحمام. ودول اتخانقوا ليه؟ الواد محمود كان بيستحمى فالصابونه الزفلت اللي فمسكوا ببعض. انا قايل لك يا ربيع العيال دي ما تتكلمش قدامهم في حق، ومش عرفهم بالحرب ولا بالنيله على دماغهم ده. يا ابني انتوا مش عايشين ولا إيه؟ امريكا وايران بيضربوا بعض. وبعد ما ضربوا بعض ضربوا رز بلبن بعد الخناق. يا عم سيبك منهم يا عم عمرو، انا عايز اعرف دلوقتي الحرب بين امريكا وايران ايه دخل دول الخليج في سوريا؟ طالما عايز تفهم يا ربيع هفهمك، وعلى رايك سيبك من ولاد الجدي ده. بص يا عم ربيع، الحوار بدأ من زمان، من ايام ما امريكا ضحكت على دول الخليج وفهمتهم ان هم يعملوا قواعد عسكريه عندهم عشان يحموهم من ايران. تمام؟ فصدقوا الكلام، وبناء عليه امريكا عملت قواعد عسكريه في كل دول الخليج. دلوقتي يا عم الحاج لما امريكا ضربت هي واسرائيل في ايران، فايران ردت على القواعد العسكريه اللي موجوده في دول الخليج. وللاسف طبعا من الوارد ان في اي صاروخ يفلك كده يجي على اي مبنى والدنيا تولع. وده كان الغرض من السهراي، انهم ياخدوا فلوس الخليج وفي نفس الوقت ساعه ما يحبوا يولعوا الشرق الاوسط ويولعوا العرب في بعضيهم يولع. فهم؟ يا عم المهم ان احنا بخير، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. نص كلامك صح ونص غلط. النص الصح ان احنا بخير، وده اللي احنا كنا بنقوله علشان الناس اللي كانت بتمشي ورا الناس اللي عايزه تخرب البلد ويهدوا بلدنا يفهموا دلوقتي ان احنا لازم نبقى كتف في كتف مع الجيش المصري، واللي عنده فول وطعميه احسن من اللي عنده قواعد عسكريه. بس مهما اختلفنا او اتفقنا مع ايران، طالما عدونا واحد يبقى لازم نكون قلبنا عليه. بس سيبك انت، احلى واحد بيعمل فول في البلد علي الفيومي. ولا البدنجال بتاعه ده جميل قوي. الرجاله راحت تجيب سندوتشات. عاجبك كده يا عم ربيع؟ يا تسكت ولاد الجزمه دول يتروحوا. يا عم عمرو سيبك منهم. طب دلوقتي ايه الحل؟ الحل ان يكون دول الخليج فهموا الدرس وتعلموا وعرفوا ان اللي متغطي بامريكا عريان، ولازم يطردوا القواعد العسكريه من بلادهم ويسمعوا كلام السيسي ويعملوا جيش عربي اسلامي يدافع عننا. لان احنا لو ما اتحدناش امريكا واسرائيل هيتسلوا على كل دوله ورا الثانيه. ايه الاوادي السحكريه دي؟ القواعد السعكريه لا ما بدهاش بقى. خد اقول لك يا احمد، مبدئيا كده ان ما بطلتش استروكس هحبس لان انت كده الاستروكس بوظ المخ من جوه. انت فاهم؟ المخ كده فيه التهابات، بعد الالتهابات الدود هياكل في مخك وانت عايش. انشهابات؟ انت انشهابات. ايوه. بص